وهنا سوف أصمد قليلا. صباح السعادة أو مساء السعادة لو شايفيننا الصبح أو شايفيننا بالليل. وصفتنا بقى النهاردة زي ما انت شايفة كده، ازاي تعملي بطيخ من غير بطيخ. النهاردة بقى هصنع معاكم بطيخ، بس بصراحة هايل، حاجة بقى كده ظريفة لطيفة هتبرد على قلوبنا في الصيف. وصفة النهاردة مش هتكلفنا أي حاجة خالص، وصفة سهلة جدا وبسيطة جدا وهتعجب ولادنا بطريقة هايلة، هتطري بقى على قلوبهم، وحاجة كده طبيعية بدون أي مكونات رخمة كده، حاجة صحية 100%. وأول حاجة بقى زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي، لو عندك بطيخة حلو أو مش حلوة هتجيبيها بالشكل اللي انت شايفاه وتقسميها نصين وتبدأي ان انت تفرغي منها البطيخ بالشكل اللي انت شايفاه. هنا بقى هتخرجيه بمعلقه ايس كريم عادي، بسكينه مفيش مشكله، عندك هاند بلندر وتقدري ان انت تضربيه وتعملي عصير وتصفيه من البذر بتاعه، برضه هيبقى هايل. جمديه كده في الفريزر او تسقعيه مع مكعبات تلج، هيبقى برضه عصير حلو قوي يرطب على قلوبنا. فرغت بقى البطيخه من القلب بالشكل اللي حضرتك شايفاه، وهبدا ان انا اشتغل بقى في المكونات القمر الظريفه اللطيفه اللي انت شايفاها. هنا بقى هبدأ ان انا اجيب جيلي اي لون اي طعم اي حاجة انت بتحبيها، وهنا لكل كيس من الجيلي ضفت له كوباية من المية العادية خالص، رفعتهم على النار ومجرد ما وصلوا للغليان بدأت ان انا انزل بالجيلي بتاعنا. كيسين من الجيلي عليهم كوبايتين من المية العادية خالص من الحنفية، اقلب بقى فيهم لحد ما احس ان الجيلي داب خالص. بعد كده بنزل عليهم بكوبايه من الميه، انا هنا غلطت وحطيت كوبايه ونص، مش عايزاكي تضيفي النص كوبايه دي، يعني كل كيس من الجيلي بياخد كوبايه ميه عاديه والنص كوبايه من الميه الساقعه. وزي ما انت شايفه كده، مجرد ما الميه بتغلي معايا اللي هي كوبايتين على كيسين الجيلي، على طول بطفي النار وانزل على طول بالميه الساقعه او الميه المثلجه اللي هي كوبايه على الكيسين، وارفعهم بقى واقلبهم الخليط السائل واحطها بقى في الفريزر، حطها بقى في التلاجة زي ما تحبي. وهنا بقى سيبها المدة الكافية بتاعتها من 4 ل6 ساعات، وكل واحد طبعا على حسب تجميد التلاجة بتاعته او الفريزر. وبما ان النور بيقطع عندنا حبتين 3 فانا استعجلت حطيتها في الفريزر بالشكل اللي حضرتك شايفاه. اتجمدت معايا، تقدري ان انت تضيفي لها شوية كده من السكر لو بتحبي الحلاوة تبقى زايدة، ولو بتحبي الحاجة تبقى صحية ضيفي لها معلقتين كده من العسل الابيض. تحبي الايس كريم تقدري ان انت تضيفي كيس من الكريم شانتيه. كل ده طبعا بعد ما الخليط ده بيبرد كده ويسقع معانا بنضربه بالمضرب الكهربائي او زي ما تحبي. اللهم بارك بقى، الجيلي معانا بقى شكله هايل، طعمه يجنن بصراحة كده. انا وفرت على ولادي الاطباق واستغلتهم ان هم ياكلوا اكل صحي نظيف اقتصادي، انا عاملاه بايدي بدون بقى مكونات اضافية مكونات غير صحية. كل المكونات بتاعتنا كلها صحية، وطبعا عارفين الجيلي وفوائد الجيلي، وعارفين طبعا ان الحاجة دي بتبقى موجودة في كل بيت وبالذات في الصيف. قدمتها على شكل شرايح بطيخ بدل ما اقدمها في بولات او كاسات. خلصت وصفتنا. لو انت لسه بقى لحد دلوقتي متابعاني وعجبك الفيديو، لايك وشير عشان توصل الوصفة لناس كتير. كومنت حلو منك اسفل الفيديو، ما تنسوش تحبوا بعض.